إزاي تقدر تضيف أسعار الدهب والعملات على الإكسل وكمان تتغيّر تلقائي بطريقة سهلة جدًا وبضغطة واحدة، يالّا بينا نشوف. أول حاجة هتعملها هتيجي عند data أو بيانات وهتيجي عند from web. from web دي اللي هي من الموقع، اضغط عليها ضغطة هيظهر معاك القايمة اللي إحنا شايفينها دي، هتيجي عند basic وهتيجي عند URL اللي هو الرابط يعني، هتعمل paste الموقع اللي بيبقى عليه أسعار الدهب، أي موقع طبعًا أنت بتختاره بيبقى عليه أسعار الدهب أو العملات بتبدأ تعمل له بيست هنا أو لصق في المكان ده، بعد كده قُل له أوكي، استنى عليه شوية كده هيبدأ إن هو يجمّع ويظهر معاك الجداول اللي موجودة داخل الموقع، زي ما إحنا شايفين ظهر معايا جدولين، لو جيت ضغطت على الجدول التاني كده هيظهر معانا أسعار الدهب، تعالَ بقى عند load اضغط ضغطة هيبدأ إن هو يحمّل معانا الجدول اللي فيه أسعار الدهب بالشكل اللي إحنا شايفينه ده، لو قرّبنا كده هنبُص نلاقي إيه أسعار الدهب. طب إزاي بقى إن أنت تحدّث البيانات دي أو تحدّث الأسعار دي كل يوم؟ كل اللي عليك إن أنت أول ما بتيجي تفتح الشيت اقف كده على الجدول وتعالَ من data برضه نفس الكلام كده، هتيجي عند refresh all اضغط عليها ضغطة، هيبدأ يحدّث لك الأسعار بتاعة الدهب الخاصة بالوقت واليوم اللي أنت دخلت فيهم.